بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عامل لكم فيديو النهاردة هيكون فيه فايدة كويسة جدا لكل حبايبي من غواية الحمام. اللي هو ازاي تفطم فرد حمامة المراسلة، ازاي تفطم فرد المراسلة. يعني احنا عندنا دلوقتي فرد حمام المراسلة زي كده، عايزين نفطمه. هيحصل معانا ايه؟ دلوقتي فرد الحمام المراسلة زي ما حضرتك بتبقى عارف العظمه بتاعته بتبقى كبيره، بتبقى تقيله، بتبقى مقبيه، بيحصل معاه مشكله اثناء التحضير او حتى مع الاهالي. يعني فرد حمام زي ده مثلا ما شاء الله لا قوه الا بالله، العظمه بتاعته مقبيه، العظمه بتاعته عريضه، فبيحصل معاه مشكله في موضوع ان الاهالي مش عايزين يكملوا معاه اول حضان. بالتالي انا هضطر ان انا كغاوي مش معقول هسيب فرد زي ده يعملني، انا هتدخل في الحاله ديت علشان افطم فرد الحمام ده. فعلشان افطمه هيحصل معايا ايه؟ انا بفضل ان كل الغواه محدش يشيل الفرد او الحمامه ديت من تحت الاهالي، سيبها تحت الاهالي او تحت الحضان، وانت ساعد معاها، زق معاها بطريقه اللي انا هعرفها لحضرتك دلوقتي. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للفرد المراسل، احنا عندنا النهارده الفرد الحمام بيكبر شويه تحت الاهالي او تحت الحضان، بيتركوه ما بيرضوش ياكلوه، لكن سيبه تحتهم عشان يدفوه. انت بقى بتدي تدخل وبتدي تساعد الفرد ده علشان هما يبتدوا يعودوه ان هو ياكل لوحده، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا بتقابلنا في فطم فرد الحمام ده. طب لو هما ما سابوه وما دفوش وما اكلوش، هتضطر ان انت تفصله وتضطر ان انت تزق معاه وتساعد معاه. طبعا لو عندك عدد كبير من الزغاليل هتقابلك مشكله ان ازاي تاكلهم في وقت واحد. انا مش عايز فرد الحمام ياخد عليك. اهم شيء تاكل فرد الحمام بسرعه وتتركه وما تقفش قدامه. لو انت عايز تعلمه الاكل هتحط له نعمه يعني ايه؟ هتحط له ذرع وجع على عدس مثلا. انا بعمل كده شخصيا، بحط للفرد اللي زي كده اللي في العمر ده ذرع وجع على عدس. بيحصل ايه؟ ان هو بيبتدي يتعلم الاكل فيها ويبتدي ينقر. انا بحط فرد زي ده كده مع مجموعه حمام بتاكل نفس العمر او اكبر شويه او طواير، بيبتدي ان هم ياكلوا قدامه ويعلموه. هو بالممارسه بيبتدي ياكل زي ما هم بياكلوا. لكن طبعا اخر النهار باجي ادور الاقي الفرد ما كلش حاجه او تعبان، ما سيبوش يسقط مني في الحاله دي. فبعمل ايه؟ بجيب علف بادي زي كده، علف بادي او علف الحياني، علف بتاع الحمام اللي متوفر معاك هاته، وبتبتدي تحطه في ميه وتحط عليه اللي انت عايز تحط فيتامينات، املاح معدنيه، عايز تحط رافع مناعه، عايز تحط اي نوع من انواع الادويه. بحطه في ميه زي كده، بروح حاطه واروح سايبه مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق، بيبتدي العلف يبقى ايه؟ بنفس طريقه ايه؟ بيبقى سايل. بقلبه كويس. طبعا انا عندي كميه زغاليل كبيره عايز اكلها في وقت قياسي وفي وقت صغير، ومش عايز ان انا اقعد فتره طويله قدام الزغلول علشان ايه؟ ما ياخدش عليا قوي. فانا بجيب العلف ده بحطه في ميه، وببتدي اجيب ازازه من ازاز البريل او الفل، الازازه زي دي كده، دي ازازه بريل اهيت عاديه خالص بتاعت فل، بتاعت منظفات. هملاها علف من دوت وهاكل الزغاليل ديت في وقت قصير جدا. ونصيحه لكل واحد من الغواة ان انت لما تيجي تحط نعمه للزغلول ما تقفش قدامه، ما تقفش واقف قدام السلاكه طول ما هو شايفك مش هياكل. حط النعمه او حط الذره العلويه على العدس وسيبه واخرج، سيبه وامشي. لو هتكلف الحمام اكلف الحمام كله وسيبه هو اخر حاجه، العين او المكان اللي هيتعلموا فيه اسيبه اخر حاجه. انا كده دلوقتي حطيت العدس العلف بتاعي اهوت زي ما حضرتك شايف، بنفس الطريقه كده بملى الازازه دي. الازازه دي فايدتها انها بتاخد كميه كبيره من العلف، كميه كبيره بقدر ان انا ازق بيها عدد كبير من الزغاليل في وقت قصير، وفي نفس الوقت ما بتبهدلش الزغلول ولا بتبله ولا تعمل. دي الغطا بتاعها اهوت. انا عامل طبعا مقياسين، علشان دي علشان الميه ودي علشان الاكل، وينفع تشغل دي للاكل والميه. دخلتهم عادي زي ما حضرتك شايف، وده الغطا بتاعها اهو بنفس الطريقه كده. دي هنمسك الزغلول هنديله ضغطه هيبتدي الزغلول كده كلب. انا بفضل اكل بحاجه واسعه شويه عشان لو في حته ذره او في اي حاجه في دي الانبوبه بتاعت الزغاطه اللي بتتباع في السوق. ما لقيتهاش هات حقنه 3 سم وقصها من ناحيتين وحاول تلبسها في حاجه بحيث انها تلبس في ازازه البريل او الفل زي ده كده. هنبتدي ان احنا نوريك عملي ازاي بناكل فرد الحمام او بناكل الزغلول. طبعا هم جعانين من الصبح دلوقتي وده عايز ياكل، انا معوده دلوقتي كده. هاكله بسرعه جدا زي ما حضرتك شايف. همسك كده واقلب ايدي كده مع الازازه، خلاص اهو كده خلاص الزغلول كل وشرب ما شاء الله قوه الا بالله بسرعه جدا. ادي كده اكلنا ده، هناكل الثاني بنفس الطريقه. نطلعهم علشان هم كلهم طبعا جعانين.
هنأكل ده كده دلوقتي اهو بسرعه اهو، زي ما حضرتك شايف. التاني عاوز ياكل. التاني كده اهو، ده كده كده اهو، هياكل معانا بنفس الطريقه اهو. اهو الفرد كلب بسم الله ما شاء الله. ده كده اهو. كمان لو عندك 100 زغلول تقدر تزقهم في خلال ايه 3 دقايق، ما بتاخدش وقت مع الزغلول بالنسبه للاكل. بعد فتره باجي اسقيهم بنفس الطريقه. ما شاء الله تبارك الله. خلاص كده الزغاليل كلت بسرعه جدا، وما دهولتش نفسي ولا دهولت الزغلول وخلاص كده. انا طبعا ما باكلش بنفس الطريقه على طول، انا بديلهم في حاله ان هم ما كلوش. انا طبعا هسيبهم يجوعوا لحد بكره، الزغاليل ديت هتجوع، مش هسيبهم يجوعوا. هبتدي ان انا اعلمهم ياكلوا ازاي، احطهم مع زغاليل بنفس العمر، قريبين من نفس العمر، او مع طواير تكون حنينه، بحيث انها تقدر تعودها ازاي تاكل. طيب ما كلتش بالليل ما سيبهاش تنام جعانه، اروح مديها ايه، ازقها بنفس الطريقه كده. والطريقه دي انا حسيت يعني ان شاء الله مفيده لكل الناس، وربنا يبارك لنا ويبارك لكم في كل اللي عندكم ان شاء الله. اخوكم محمد عبد.